يا أهلا بيكوا يا حبايبي في قصة جديدة. أنا اسمي عبير، عندي 29 سنة. بابا توفاه الله من زمان، وماما هي اللي شالت وش التربية كلها. أنا وماما مش بس أم وبنت، إحنا كمان صحاب جدا. كل خطوة في حياتي كانت بتعرفها، حتى لو غلط كنت بقول لها علشان تبقى دايما عارفة. كانت بتوجهني وتخاف عليا، بس دماغي كانت ناشفة شوية، ومع كده كنت ملتزمة، ماشية على تربيتها زي ما هي ربتني. كنت بعرف ناس كتير، بس كله كان في النور، حب بسيط من بعيد، معارف، أصحاب، لحد ما جه كريم. كان شغال معايا في نفس المحل، ومن أول ما شفته حسيت بحاجة غريبة. شدني جدا، وبدأنا نتكلم. لقيت نفسي مبسوطة وأنا معاه، بس الموضوع اتطور بسرعة، وابتديت أتعلق بيه أكتر وأكتر. ماما لما عرفت قالت لي: خلي بالك يا عبير، ده شغلك معاه، ما ينفعش تسيبي نفسك. بس أنا كنت مش شايفة غيره. كريم كان شخصيته مختلفة، صريح، جريء، بيضحك، بس كان واضح عليه إنه مش سهل. كنت بحبه بجد، وكنت دايما بقوله أنا مش زي أي حد، أنا اتربيت على قيم ومش ممكن أخون ثقة أمي فيا. وهو كان بيقولي أنا بحبك ونفسي أكمل حياتي معاكي. بس اللي غريب إنه عمره ما كلمني عن الجواز بوضوح، لحد ما أنا اللي فتحت الموضوع. قلتله: انت ناوي تعمل ايه؟ احنا بقينا قريبين وانا مش بلعب. رد عليا وقال: انا بحبك وظروفي صعبة شوية، بس لو انتي مستعدة تصبري عليا انا مستعد اجي من بكرة واخطبك. وفعلا اتفقنا انه يجي البيت ويقابل ماما، وجه فعلا، وكان معاه باباه ومامته. ماما رحبت بيه وقعدت معاه بمنتهى الهدوء، وقالت له: أنا بنتي أغلى حاجة عندي، وأنا واثقة فيها وبحبها تبقى مع حد يقدرها. هم اعترفوا إن ظروفهم مش قوية، لكن ماما قالت: إحنا مش طالبين منه دهب ولا قصور، إحنا طالبين راجل ابن حلال. كريم كان شخصيته مختلفة، صريح، جريء، بيضحك، بس كان واضح عليه إنه مش سهل. كنت بحبه بجد، وكنت دايما بقوله أنا مش زي أي حد، أنا اتربيت على قيم ومش ممكن أخون ثقة أمي فيا. وهو كان بيقولي أنا بحبك ونفسي أكمل حياتي معاكي. بس اللي غريب إنه عمره ما كلمني عن الجواز بوضوح، لحد ما أنا اللي فتحت الموضوع. قلتله: أنت ناوي تعمل إيه؟ إحنا بقينا قريبين وأنا مش بلعب. رد عليا وقال: أنا بحبك وظروفي صعبة شوية، بس لو انتي مستعدة تصبري عليا أنا مستعد آجي من بكرة واخطبك. وفعلا اتفقنا إنه يجي البيت ويقابل ماما، وجه فعلا، وكان معاه باباه ومامته. ماما رحبت بيه وقعدت معاه بمنتهى الهدوء، وقالت له: أنا بنتي أغلى حاجة عندي، وأنا واثقة فيها وبحبها تبقى مع حد يقدرها. هم اعترفوا إن ظروفهم مش قوية، لكن ماما قالت: إحنا مش طالبين منه دهب ولا قصور، إحنا طالبين راجل ابن حلال. لكن قبل الفرح بكام أسبوع حصلت مفاجأة. كريم قال لي إننا مش هنعيش في شقتنا، وإننا هنعيش مع أهله في نفس البيت. قال إن في شقة فوق شقتهم معمول لها سقف خشب مؤقت، وإنهم هيخلونا نعيش في الأرضي وهم فوق، ونبقى في بيت عيلة. أنا وافقت، ما كانش فارق معايا أي حاجة، كان كل همي إني أبقى معاه. ماما كانت شايفة إن ده أمان، بس لما الموضوع اتعرض على باقي العيلة الكل اعترض. قالوا: ده مش وضع جواز، إزاي تعيشي مع أهله؟ فين الاستقلالية؟ فين حياتك الخاصة؟ وقرروا إنهم مش هيحضروا كتب الكتاب ولا يباركوا الجوازة. أنا كنت محبطة جدا، بس ماما كانت دايما بتسندني. قالت لي: اللي انت شايفاه فيه خير ليكي أنا هكمل معاكي فيه. وكملنا وابتدينا نجهز للفرح، بس قلبي كان وجعني، لأن العلاقة اللي بدأت بحب ابتدت تتحول لحاجة تانية. بقيت حاسة إن كريم مش زي ما كان، بيخبي حاجات، بيتهرب، وابتدت حاجات تتكشف.